هل جربت يوم اللحظة اللي كل حاجة فيها بتقفل؟ لحظة تبص حواليك وما تلاقيش حد جنبك، جواك تقول خلاص مفيش أمل. لكن لو كنت عايش أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كنت هتشوف العجب. كنت هتشوف إزاي إنسان واحد بكلمة، بابتسامة، بلمحة من عينه يزرع الأمل في قلوب أمة كاملة. محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرف اليأس يوما، حتى لما الدنيا كلها وقفت ضده. في غزوة الخندق الجو بارد، الجو بيكسرهم، والصخرة الضخمة واقفة زي جبل قدام الصحابة. ضربوها ما اتكسرتش. جابوا النبي صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. وضربة تانية الله أكبر، أعطيت مفاتيح الروم. وسط الجوع والخوف كان بيبشرهم بانتصارات العالم كله. أي قائد في الموقف ده كان ممكن يتكلم عن الخطر، عن الأزمة، لكن هو صلى الله عليه وسلم غرس في قلوبهم أمل في مستقبل مشرق. ويوم صلح الحديبية الصحابة حسوا بالظلم، ممنوع يدخلوا مكة، ممنوع يعتمروا، وبنود شكلها ضدهم. الحزن بان على وجوههم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل يقين إني عبد الله ولن يضيعني. كلمات قصيرة لكنها أمل. وبعد شهور قليلة الصلح اللي الصحابة شافوه هزيمة كان سبب في الفتح الأعظم لمكة. يا ترى كم مرة حصل معاك أمر حسيته ضدك لكنه كان باب لخير أكبر؟ وفي غزوة حنين آلاف المسلمين انهزموا فجأة، الكل بيجري إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقف لوحده وسط ساحة المعركة وهو بيقول بصوت عالي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثباته أعاد الشجاعة لقلوب الصحابة، رجعوا والتفوا حواليه وتحولت الهزيمة إلى نصر. بكلمة أمل وثقة غير مجرى المعركة كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا إن الأمل مش رفاهية، ده عبادة. إنك تثق إن مع الله مفيش مستحيل. في الجوع زرع أمل، في الصلح اللي شكله هزيمة زرع أمل، في لحظة الهزيمة زرع أمل. وإنت محتاج تاخد من نبيك صلى الله عليه وسلم سر الحياة. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. خد الأمل من نبيك صلى الله عليه وسلم وازرعه في قلبك وقلب كل اللي حواليك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دايما نبي الأمل.